مساء الخير يا جماعة الخير، الزول في اللون ومرحبا بكم. قبل ما نبداو فيديو تاع نهار اليوم ما تنساوش الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، ونقولوا بسم الله ونبداو على بركة الله. فيديو تاع نهار اليوم ما راحش يكون مثل الفيديوهات اللي كنتم موالفينها، يعني هذا شوية نقص شوية في الجودة تاعو، لاني مانيش تعب عليه صراحة، راني مريض شوية عاود ضربني الريح. ولكن قررت اني نفتتح هذا الشهر شهر مارس بالفيديو باش ما نديرش عليكم الروتار ويكون ندير لكم فيديوهات نهار بنهار. لذلك قررت اني نصور مقتطفات. راكم شفتوا يعني في الاول صورت هذوك المعزات وصورت الدجاج، وهنايا جيت البحيره باش ندير معكم جوله باش تشوفوا يعني اهم واش كاين في البحيره تاعنا. راكم شفتوا شجره هذيك تاع الليمون اللي هو القارص، تاع الاربع فصول، يعني كاين في جميع الفصول كاين. دوكا تاعو الخريف اللي هذوك اللي كانوا كبار كنت نصورهم، لو كان ترجعوا الفيديوهات القديمه خلاصو. وهذوك الكبار تاع الشتاء راهم عاودوا كبروا وما شاء الله عليهم. المهم نعتذر على صوتي، راه ما كان بسبة لاغريب. وهنايا هاد الفول الى تذكروا الفيديو تاعو نهار غرسناه مع بابا ويما. شوفوا دوكا كيفاش كبر ما شاء الله، يعني مالغري كاع هذاك فلجيتو بصح ما فسدلناش البحيره. وهذه هي راكم تشوفوا في الفول هذاك اللي وريته لكم في الاول اللي غرسناه اول مره كي كنا في وقت جني الزيتون، راه كبر ما شاء الله تبارك الله عليه. وهذا اللي غرسناه غير كيما، وهذه هي. او ايضا في هذا الفيديو راني نوري لكم كيفاش تعتني يما في الايام الممطره بالحيوانات كيما الدجاج والماعز. في الاول يعني عطات الدجاج النخاله باش ياكلوا، ومن بعد غير ما بعدوا على الاماكن وين يبيضوا راح تجمعت البيض، مع انه في هذا الشتاء يعني حبس بزاف من الدجاج، يعني اغلبيه الدجاجات ما همش يبيضوا الا القليل والقليل. وهنا تاني جبنا شويه النخاله لهاد المعزات، لهاد المعزه تاني باش ياكلوا. ودوك راح تدخل واحد الدجاجه تاني باش تروح للعشه تاعها، وبقات تعيط حتى خرجت من هذاك الكوخ. يعني ما الدجاج شوف ما حبتش تقعد في البلاصه في العش تاعها، قاعده غير تعيط 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 حتى خرجت. انا قعدت هكذا شويه بس نصورها لكم، ومن بعد خرجت وخليتها في راحتها. وها كما راكم تعرفوا أن الرفق بالحيوان يعني حاجة من الأخلاق الحميدة. يعني بسم الله ما شاء الله، أنا اللي يما مانيش نزخ ولا بصح من الناس اللي يرفقوا بالحيوان لدرجة كبيرة.
راكم تشوفوا هنايا هادو الزوج نعجات مع المعزات الاخرين تيلمو غادوها. هذاك النهار نشفى، هاد النهار طيبنا الكسكس. كي طيبنا الكسكس قعد هذاك الريش تاع الزروديه والريش تاع اللفت والريش تاع الخرشفيتو، جمعتهم زادت نحات حشوش هكذا من برا وطيبت لهم حساء، يعني حطته هكذا في برمه هكذا ودارت الماء ودارت طيبت لهم على شكل حساء وجبته لهم ياكلوه وهو سخون. قالت لي يعني غاضوني، قالت لي هما كي حنا، قالت لي الحيوان قالت لي كيما حنا يحسوا على بالهم باللي برد، والله غاضوها يعني. وشوفوا كيفاش ياكلوا، كلاوه بواحد الشراهه ما تامنوش عقلكم. يعني قلت يا صح، يعني حتى الحيوان وعنده يحس كي نضربوه، يحس كي يكون البرد يحس. قلت والله الله غالب في مثل هذه المواقف ولا تخوننا الكلمات عن التعبير. المهم هذه واش نقول لكم، انه الرفق بالحيوان من واجباتنا ومن اخلاق الحميده للمسلم، فرفقا بحيواناتكم. المهم فيديو اليوم راني هدرت فيه بالنسبه للناس اللي تقول لي الفيديوهات الصامته ما نحبهمش. هذا الفيديو تلمو ما درتوش كيما نحب انا، مانيش متعود انا نصور بهذه الطريقه ولا نقدم لكم فيها فيديوهات بهذه الطريقه، ولكن ما حبيتش نزيد نغيب اكثر، ني عليكم ني على اداره اليوتيوب. اوكي هنا كما راكم تشوفوا رايحين نغرسوا بذور تاع القرعه الحمراء الكابويا، ولا اللي ناكلوها وهي خضراء، يعني ناكلوها في وقت اللي تكون خضراء وناكلوها تاني نخلوها حتى تحمر وتولي كابويا. يعني هذيك القرعه الحمراء اللي موالفين تشوفوني نطيبها سواء مربى ولا نطيبوها مع الكسكس ولا نطيبوها وحدها ولا نديروها على شكل بويون. هذه هي حاجه الاولى. جبنا هذاك الاناء ولا الاسس اللي راكم تشوفوا فيه من الرخام، هذاك الابيض كان عندنا، ودوكا حنا رايحين نحطوه فيه الغبار. قالت لي ما هذا الغبار قديم، قالت لي مش ضروري نحطوا معاه تربه، دوكا هكذا تسقموا مليح في هذاك الاسس ومن بعد نروحوا نجيبوا هذيك البذور باش نغرسوها فيه. المهم هنا كما راكم تشوفوا الطريقه سهله، يا تخلطوا الغبار مع التربه ولا ديروا الغبار كي يكون قديم ديروا هكذا وحدو ومن بعد ديروا هذيك البذور من الفوق. هنايا ما رتبناهمش باسكو كانوا مبلولين شويه، وزيد هذه يعني الاولى يعني المسبقين هادو اللي نسبقوهم غرسناهم هكذا باش يزربوا في الانتاج ونروحوا نغرسوهم. يعني هذه ما رايحينش نخلوها كبويه حمراء، هذه راح ناكلوها خضراء في الكسكس والجوازيتو. ومن بعد تيك ان شاء الله راح تشوفوا فيديو واحد اخر اللي راح نغرسها، اللي رايحين نغرسوها ونخليوها تحمر وتنضج حتى تولي كابويا. يعني مع الفيديوهات القادمه رايحين تفهموا. اما طريقه سهله، تجيبوا التربه والغبار وتجيبوا هذوك البذور وتجيبوا الماء باش تسقيوهم. هنايا بعد ما رجعنا قلبنا التراب عليها نجيو نسقيوها هكذا بالماء. هنايا ما كثرت لها الماء باش من بعد. المهم هنايا انا خلصت الفيديو عاودت لكم المقطع. هنايا يعني راح كيما شفتوا تسقيها بزاف بالماء ومن بعد تغطيها بحاجه بلاستيكيه هكذا وتخليها مده 5 ايام الى اسبوع، ومن بعد تنحي عليها هذاك البلاستيك وتلقاها خلاص هذيك النتشه ولات نبته. وكي تولي نبته هكذا شويه كبيره نقلوها للمزرعه الكبيره. وهذاك النهار راح ندير لكم فيديو خيالي وراح يعجبكم، وهذا الفيديو تاع زراعه البذور راح نعاوده لكم باذن الله. المهم ان شاء الله يا ربي فيديو تاع نهار اليوم يكون عجبكم. سمحوا لي توحشتكم انا تاني، سمحوا لي على هذا الغياب، سمحوا لي على هذه نوعيه التصوير والاخراج، على بالي ماشي هكذا عودتكم، ولكن الله غالب مع المرض وشويه برد شويه مطر شويه انشغالات وخدمه تاعي الاخرى، لذلك الله غالب. ان شاء الله العوده رانا ولينا. المهم كما قلت لكم رانا ولينا وراح نمتعوكم باحلى فيديوهات انا ويمنا، وراح تشوفوا يعني في قادم الفيديوهات راح تكون باذن الله يما ديما حاضره معايا كما كنتوا تحبوا وتقولوا لي في التعليقات وتقترحوا لي. يعني جميع تعليقاتكم راني نقراها، اللي مانيش نرد عليهم الله غالب. هكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم والى اللقاء، ترقبوني في فيديو جديد ونهار جديد والى اللقاء.